فيلم اوبنهايمر. فيلم اوبنهايمر من اكتر الافلام المنتظره في 2023. طبعا كلنا شايفين دلوقتي الصراع بين فيلم باربي وفيلم اوبنهايمر، والصراع بقى اللي حاصل بينهم مين هيجيب ايرادات اكتر، مين هيعمل ايه اكتر. والفيلم ده من بطولة كيليان مورفي وايمي بلانت وروبرت داوني جونيور وكمان مات ديمون. والفيلم ده يعتبر الفيلم الثاني لنولان اللي يبقى ار ريتد. يعني ايه ار ريتد؟ يعني فوق ال 18 سنه، وده حصلت مره واحده من ايام فيلم انسوميا، يعني يجي من 20 سنه، فده حدث بالنسبه لنولان السنه دي. فهل فيلم اوبنهايمر يستحق كل الضجه اللي حاصله له دي ولا لا؟ خلينا نشوف. قبل ما تشوف الفيلم ده يا ريت يكون عندك خلفيه عن الفيلم، يعني مثلا ممكن نشوف حلقه الدحيح اللي كان عاملها عن اوبنهايمر، او مثلا يكون عندك فكره عن الحرب العالميه الثانيه او اوبنهايمر ذات نفسه، او عن القنبله الذريه حتى. بس عشان تستمتع بالفيلم لازم يكون عندك خلفيه. بس هل لو ما شفتش حاجه برضه مش هتستمتع بالفيلم؟ لا، هتستمتع بالفيلم وهتستمتع بيه قوي كمان. فيلم اوبنهايمر يعتبر فيلم سيره ذاتيه، بس بالنسبه لي الفيلم ده ما كانش سيره ذاتيه خالص. الفيلم كان سيره ذاتيه بس كان بيتكلم بشكل تاني. يعني ايه بيتكلم بشكل تاني؟ يعني مثلا ما كانش بيقول لك اوبنهايمر ده نشأ ازاي وحياته وهو صغير والحاجات التقليديه دي اللي كلنا عارفينها. الفيلم بيوريك سبب صنعه للقنبله الذريه دي وكمان ابعادها النفسيه عليه. عايز اتكلم عن المؤثرات البصريه والمؤثرات بشكل عام في الفيلم ده. المؤثرات البصريه والمؤثرات دلوقتي بتاخد جزء كبير جدا من اي فيلم، وبقت اسلوب تقليدي في كل الافلام، بس ده عكس اللي عمله نولان في الفيلم ده. اوبنهايمر بالنسبه لي بيتوج عبقريه نولان السينمائيه، وبالنسبه لي ده من احلى افلام نولان من كل افلامه. الفيلم ده بالنسبه لي عباره عن تحفه فنيه، مش عشان بيتكلم عن حاجه زي القنبله الذريه، لا ده بيتكلم عن حاجه غيرت مستقبل البشر كله، وهي صنع القنبله الذريه خلال الحرب العالميه الثانيه. وازاي قدر نولان يعمل الدقه التاريخيه في الفيلم كده، وعرف يعيد صياغتها ان يخليك مستمتع بفيلم انت اصلا عارف القصه بتاعته قبل كده او قريت عنها زي ما انا قلت في الاول. هو مش بيتعمق في الشخصيات قوي او بيتعمق في الحبكه، هو بيديك المعلومات على اساس انك عارف حاجه قبل كده عنه. This is a national emergency. Detonator charged. فيلم اوبنهايمر. الفيلم ده مش لكل الناس. يعني مش لكل الناس، يعني لو انت عايز جرعه من الدوبامين كده وشويه حركه وضرب وبهرجه، الفيلم ده مش ليك. ممكن تستنى كام شهر كده وتشوف الجزء الجاي من فاست اند فيوريوس، او تروح تشوف لك مثلا فيلم المارفل وتشوف بقى المؤثرات والسي جي اي والالوان. الفيلم ده عكس كل الكلام ده وبرضه هتستمتع بيه. فلو انت ليك في جو الحركات والضرب والعربيات وده جاب مين وده عمل ايه وده الرصاص، الفيلم ده مش ليك. الفيلم يعتبر رتمه هادي شويه، بس انت هتركز في كل تفصيله في الفيلم عشان تقدر تواكب الثلاث ساعات. 3 ساعات من المتعه حرفيا، انت بتشوف حاجه غيرت تاريخ البشريه كلها. فلو انت عايز جرعه دوبامين وانك تبقى قاعد كده في السينما مشدود لا، الفيلم ده مش ليك. بالنسبه بقى للتمثيل، اداء كيليان ميرفي بالنسبه لي مش اداء كده شخص عادي او راجل عادي، لا الراجل ده اقل ما يقال عنه انه عمل اداء اوسكاري. وازاي عرف يوصل لك الاضطراب الداخلي اللي جواه، وازاي فاضل بين ولاءه لبلده والحاجات اللي هتحصل بعد ما يعمل سلاح فتاك زي ده. بجد كيليان ميرفي عمل اداء من احلى الاداءات اللي عملها في حياته، مش بس في الفيلم ده، لا في كل الادوار اللي عملها. وكمان روبرت داوني جونيور، الراجل ده قال على نفسه انه عمل احلى اداء في حياته. احنا مش هنشوفه كده، الراجل عمل اداء من احلى الاداءات في الفيلم، وبالذات النص التاني من الفيلم الراجل كان عبقري حرفيا. وبالنسبه لي روبرت داوني جونيور اكيد هيترشح لاحسن ممثل مساعد في الاوسكار السنه دي، يعني حاجز مكانه خلاص من دلوقتي. احنا لسه يعتبر في اول السنه، الافلام التقيله لسه ما نزلتش في شهر نوفمبر وديسمبر، فهو حجز مكانه من دلوقتي. وبالنسبه لمات ديمون، ده من احلى الاداءات اللي عملها في حياته. اداؤه فعلا كان حلو وكان بيمثل حلو جدا. وكمان ايميلي بلانت، ما نقدرش نقول ان كان اداءها وحش، لا كان اداءها حلو جدا. وفي مشهد في الفيلم هي اديته حلو جدا، انت فعلا وانت قاعد في السينما هتتاثر بيه. كان مشهد حلو جدا وتستاهل ان اداءها يتقال عليه حلو عشان بس المشهد ده. هو دورها ما كانش كبير قوي في الفيلم، بس كان حلو جدا وعجبني. وكمان رامي مالك، كنت متوقع ان دوره يبقى اكبر من كده شويه، بس الدور اللي طلع فيه كان فعلا حلو. ومعظم الادوار المساعده كمان، مش اللي هو انا جاي جامل الفيلم ده فيلم كريستوفر نولان انا لازم احضره، لا الادوار المساعده كانت فعلا مؤثره في الفيلم، وكل دور مساعد طلع فعلا كان حلو جدا. Who gave them the power to destroy themselves, and the world is not prepared. ولازم اشيد هنا بالتجربه الصوتيه في الفيلم.
التجربه الصوتيه والافكتات اللي كانت محطوطه سرياليه كده، تحسسك ان انت قاعد في وسطهم وفي وسط اللي هم بيعملوه. فالتجربه الصوتيه في الفيلم هتحسسك فعلا بجو الفيلم. والراجل اللي عمل الموسيقى في الفيلم انا الصراحه مش عارف اقرا اسمه، بس اسمه هو، بس هو عمل اداء حلو جدا جدا، يعتبر بطل من ابطال الفيلم، لان المؤثرات الصوتيه والتجربه الصوتيه في الفيلم كانت حلوه جدا. انا ما دخلتش السينما الاي ماكس، بس اللي دخلوها قال لك الحاجات التكنيكال سواء صوره سواء صوت كانت حاجه فعلا خرافيه. بس حتى لو مش هتخش اي ماكس، التجربه الصوتيه في الفيلم والتجربه البصريه عموما كانت حلوه جدا جدا. فروح شوفه، انت مستني ايه؟ وكده كده هنشوفه تاني والتالت ورابع عشان نستمتع بيه لما ينزل مثلا على منصه ولا حاجه. Until they understand it. And they won't. بالنسبه لي عيوب الفيلم كانت بسيطه شويه، انا بتلكك بصراحه اني اطلع له عيب، بس عيب الفيلم بالنسبه لي انه كان بطيء شويه في الاول. ازاي بطيء شويه؟ يعني كان بطيء شويه في الاحداث، وكمان تقديمه لاوبنهايمر بالنسبه لي كان غريب شويه، انه مطلع شيوعي وزير نساء وبتاع، ومطلعه كده شخص بارد كده. انا ما اعرفش في الحقيقه كده ولا لا، بس هو مطلعه كده بشكل غريب ما كانش عاجبني قوي في الفيلم. بس اداء كيليان ميرفي عارف يوظف كل ده بطريقه مبهره جدا، من نظره انت بتعرف هو عايز ايه، فعشان كده بقول لك انه كان اداء اوسكاري في الفيلم. فيلم اوبنهايمر مش الفيلم اللي هتروح تتفرج عليه كده وخلاص، لا، الفيلم هيخليك تفكر، مش بس عشان السياق التاريخي اللي بيدور فيه الفيلم، لا، عشان الموضوعات الفلسفيه كمان ومسؤوليات العلماء في حاجه اول مره يشوفوها، والعواقب اللي ممكن يعملوها في التقدم العلمي اللي هم فيه، وكمان القرارات الحاسمه اللي ممكن تغير مجرى التاريخ بكلمه واحده منهم او بعمل واحد هم عملوه. فيلم اوبنهايمر يعتبر بالنسبه لي انجاز سينمائي استثنائي في 2023، والفيلم ده كان استثنائي لانه بيجمع بين مخرج عبقري واداء تمثيلي كان رهيب في الفيلم. فيلم اوبنهايمر من احلى الافلام اللي انت ممكن تشوفها دلوقتي، فلو انت فاضي روح شوفه في السينما، وشوفه على اكبر سينما في البلد اللي انت فيها. فيلم اوبنهايمر بالنسبه لي من احلى افلام السنه، ولو انت لسه ما شفتوش انا بقول لك روح شوف التجربه السينمائيه دي، تجربه فعلا مش هتتعوض. ولو انت وصلت لحد هنا قول لي ايه احسن فيلم لكريستوفر نولان عمله في حياته. وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وسلام.